اسمك؟ اسمي رضوى مصطفى توفيق، في مدرسة صوفيا زغلول. بالنسبة للمبادرة اللي عملها يعني وزارة الثقافة، هي مبادرة كنا محتاجينها من زمان. في شباب كتير مبدعين ومشتاقين الفرصة، أو مش عارفين إن هم يدخلوا الوسط الفني منين بالظبط. فدي مبادرة مهمة جدا علشان هتسمح لهم، هتدي لهم يعني فرص إن هم يدخلوا في المجال ده. ده غير إن كمان في مخرجين شباب عندهم أفكار جبارة جدا بس ما عندهمش فلوس. بس بالنسبة لإيه؟ LG تبع مركز شباب مركز شباب حدائق الأوبرا. مركز شباب حدائق الأوبرا. طب ايه رايك في الفيلم الرغيف العيش والحريه اللي معروض من قبل المركز القومي للسينما؟ هو الفيلم ده مهم جدا، بيناقش مشكله اللي هو القمح وانتاجه واعراضه بعد الحرب واثناء الحرب، وان السادات واغتياله قبل كمان لما عمل معاهده السلام. يعني بيتكلم عن تفاصيل كبيره يعني كويسه جدا، بس بشكل موجز قوي. محتاجين انتوا من الافلام الافلام دي بتدينا اللي هو معلومات كتيره قوي، وبرده بشكل موجز ومن غير ملل. اسمي دينا أسامة حسين، عشان لانجوج سكول. بالنسبة للفيلم هو طبعا مهم ان احنا نعرف عن تاريخ مصر ونعرف اغتيال السادات ونعرف كمان الانتاج القمح، فدوت يعني كويس لينا. والمبادرة اللي قامت بيها المركز القومي للسينما مع مديرية الشباب. دي مبادرة كويسة لينا احنا كلنا، ان احنا المفروض يعني ديت يعني بتخلي الشباب اللي هم يعني بيكون لهم يعني مجال اكتر اللي هم بيشتغلوا فيها، وكمان اللي هو مثلا بيديهم لهم مساحه اكتر ان هم يشتغلوا في الفن وبيتعلموا من الفن دي. طب وايه رايك في الافلام الوثائقيه اللي بتقدمها المركز القومي للسينما؟ هل هتتابعيها فيما بعد؟ ان شاء الله، هي اصلا مفيده لينا يعني. تمام، شكرا. اسمي داليا أسامة حسين من مدرسة نروش لانجوج سكول. الفيلم بيدينا ان احنا نزيد الشعور الوطني لدى بلدنا، وبيدينا فرصة ان احنا نتعرف على تاريخ مصر والانجازات السادات واغتياله والحاجات اللي حصلت اثناء الحرب، وقد ايه المصريين كانوا اقوياء وقدروا ان هم يتأقلموا مع الوضع لحد ما نوصل لمكان السلام وبر السلام. ايه رايك في المبادرة اللي قامت بيها المركز القومي للسينما مع مديرية الشباب؟ المبادرة مهمة جدا للشباب، بتدي فرص ليهم كتير اللي هم يشتغلوا في السينما، وبيدي فرص للشباب الصغيرين ان هم يعملوا انتاج كبير ويطلعوا ويحققوا الطموح بتاعتهم. وافلام اللي مقدمة ليكم؟ هي الافلام استفدنا منها، بتزود شعورنا الوطني وبتدينا معلومات اكتر عن بلدنا، وهي مهمة للشباب كلها وكل الاجيال تتابعها عشان تقدر تتعرف على تاريخ بلدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي عبد الرحمن حسام زكي، عندي 19 سنة، طالب في كلية تجارة جامعة عين شمس. عضو في مجموعة حكاية، دي فرقة مسرحية بتمثل بقالها مركز شباب التبين، بتمثل بقالها 6 سنين اهوت، وحضرتك شغالين على المشاكل اللي في المنطقة، ويعني بنحاول نجيب لها حلول يعني على خشبة مصر. ويعني ربنا موفقنا يعني بعد 4 سنين. ايه رايك في المبادرة اللي قامت بيها المركز القومي للسينما مع مديرية الشباب والرياضة؟ حضرتك كويسة جدا، لأن احنا بنحاول نوصل يعني صوتنا عن طريق الأفلام اللي هي الوثائقية اللي هي الصغيرة دي، لأن احنا الإعلام عامة مش مبين اللي هي الأفلام دي عامة، يعني لازم إن احنا يعني نعلي منها شوية أو نديها حقها أكتر ما هي، يعني إن هي مش مختفية خالص. يعني أنا كشاب عندي 16 سنة مش شفتهاش قبل كده. بس شايف ايه في مفهوم الحرية لدى الشباب؟ يعني المفروض ان احنا ندعم الموضوع ده، يعني المفروض ان احنا يعني ان نلاقي حلول للحريه في الشتاء. بس انا اسمي اماني حسن، محمد، سني 22 سنه. حضرتك جامعة ايه؟ في جامعه الازهر. ايه رايك في المبادرة اللي بتقوم بيها وزارة الشباب مع وزارة الثقافة المتمثلين في المركز القومي للسينما ومديرية الشباب والرياضة؟ بصراحه هي مبادره كويسه، بتدعو الشباب ان هم يتحمسوا شويه ويقدروا يحضروا ندوات اكتر ويتعرفوا على ناس اكتر، يعني حاسه ان فيها تشجيع اكتر للناس. والافلام الموجهة لدى الشباب عشان نعرف ازاي تاريخ يعني عشان نعرف بس الدنيا هتبقى ماشيه ازاي، تاريخ الناس الافلام، يعني هو ده اللي اقدر مش عارفه اقول لك بصراحه. وهم
طيب مفهوم الحريه لدى الشباب بالنسبه لك ايه مفهوم الحريه؟ والله بس هم في السينما السينما والله هو يعني بالنسبه لنا حاجه وبالنسبه يعني بتختلف من شخص لاخر. بالنسبه لنا مثلا في حريه بتبقى يعني واقفه على عادات وتقاليد، على اخلاق، لكن في ناس ثانيه بتبقى مفكره ان الحريه يعني انا اعمل اللي انا عايزه، اي حاجه انا عايزها بعملها، ما تبقاش مقيده باخلاق، ما تبقاش مقيده بعادات وتقاليد وحاجات كده. بهذه المبادره اللي انتوا شايفينها هتتقيد معنى التفكير في الحريه يعني والخطوات؟ مقيدنا شويه بالاخلاق. شو اسم حضرتك؟ اسمي احمد محمود بشاره من مركز شباب التدبير، سني 21 سنه، طالب في اكاديميه تيم. ايه رايك في المبادره اللي قامت بيها مديريه الشباب والرياضه مع المركز القومي للسينما؟ هي المبادره ديت هتفيدنا احنا كشباب نعرف نوصل راينا احسن واسرع، نعرف نتكلم في دوت. احنا ما كناش عارفين نفسنا في ده من زمان، بس احنا مش عارفين الآلية بتاعته ازاي، مش عارفين نتكلم فيه ازاي. السينما دلوقتي احنا كشباب بتتخطوا السينما دلوقتي هي نازله اصلا للشباب، احنا مش عارفين دلوقتي نتعامل معاها. او انا دلوقتي كشاب بخش السينما، لو احنا بنتكلم مثلا ان مسرحيه مدرسه المشاهدين دي كانت مبوظه جيل كامل، لا دلوقتي احنا كل 3 شهور بنبوظ جيل بالافلام اللي موجوده في السوق دلوقتي. احنا كشباب لما بنيجي نتفرج معظم فرجتنا دلوقتي بتبقى مثلا على افلام اجنبيه، الافلام الاجنبيه ديت ما فيهاش لقطات، ما فيهاش الفاظ، ما فيهاش الكلام ده كله، وبنتفرج عليها وبنتابعها برضه. معنى كده ان لو نزلنا افلام نضيفه وكويسه احنا كشباب هنخش نتفرج. والمبادره اللي قامت بيها دلوقتي مركز القومي للسينما برئاسه الدكتور احمد عوض، والافلام اللي ونشاطات الافلام التسجيليه اللي مش بتشافها على التلفزيون المصري هتشوفوها عبر مراكز الشباب. احنا نفسنا في دوت، احنا لو كنا بنتكلم على في مبادره زي كده او في افلام وثائقيه نشوفها، احنا بندور على ده من زمان، بس سكته مش واضحه او مش عارفين نوصل له ازاي. او احنا كشباب حضراتكم لما تيجوا تنزلوا حاجه الاعلام بيفرض عليا اللي انا اسمعه، انا مش لاقي غيره او ده الظاهر قدامي، فبروح على الظاهر والاسف. انما لما يبقى في حاجه ثانيه او في جانب مثلا وحش شويه او جنبه 10 جوانب ايجابيين، انا بضطر اروح على الجانب الايجابي شويه. انا كشباب طبيعتي كشاب مصري المفروض ان احنا بندور على دوت، مش بندور على العكس اللي هم فهموه لنا غلط. احنا السينما دلوقتي اللي موجوده بتعمل اسقاط على الواقع من غير ما تحل. احنا عايزين حلول، افلام وثائقيه يعني حاجه موجوده، افلام تسجيليه يعني في حلول، يعني في اسقاط على الواقع، في حل، في الكلام ده كله.